كان ما يمكن توصيفه بالميلاد الأول للهلال الأحمر المصري في عام 1898 على يد الشيخ محمد عبده. فمع خروج الحملة العسكرية نحو الجنوب وما نتج عنها من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، كانت هذه الظروف دافعاً لتبني فكرة ميلاد هيئة خاصة غير حكومية تقدم المعونة والرعاية للمصابين وأهالي القتلى. ثم جاء الميلاد الحقيقي لجمعية الهلال الأحمر المصري في أكتوبر من عام 1911 على يد الشيخ علي يوسف الصحفي المعروف، والذي تنازل في العام التالي عن رئاسة الجمعية لسمو الأمير محمد علي توفيق. وكانت الجمعية الوليدة سريعة الخطى، فقد أنشأت لجانا فرعية لها بالمحافظات والمدن باسم الهلال الأحمر، وأقامت الحفلات والأسواق الخيرية، وفتحت باب التبرعات لدعم الجمعية الناشئة. وقد مرت الجمعية منذ نشأتها بمحطات هامة، كان أبرزها الحرب الطرابلسية، والتي وجه خلالها الهلال الأحمر بعثاته الطبية التي خرجت على الجمال نظرا لمنع إيطاليا حينذاك السفر بحرا إلى ليبيا، فأنشأت 5 مستشفيات مركزية لتقدم من خلالها خدمة إنسانية متفانية. ثم جاءت المحطة الثانية أثناء حرب البلقان، فكان الأطباء المتطوعون والممرضون نواة ل5 بعثات طبية متكاملة التجهيز، منها 3 بعثات إلى الأستانة وبعثتان إلى البلقان. الهلال الأحمر المصري منذ نشأته متطلبات العمل الإنساني من استعداد وتأهب واستجابة سريعة للأحداث، فكان متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر في طليعة المتواجدين في مكان الحدث يقدمون المعونات الإنسانية العاجلة والدعم النفسي للمتضررين وأسرهم. كما اهتم الهلال الأحمر المصري بالخدمة الطبية وإسعاف المصابين، فأنشأ المستشفيات والمستوصفات الطبية في أكثر من مدينة مصرية. وكان العمل المجتمعي جزءاً أساسياً من رسالة الهلال الأحمر، فاهتمت متطوعاته ومتطوعوه بالفئات العمرية الأكثر احتياجاً، كما اهتم بالمرأة والتعليم. وقد عرف الهلال الأحمر العمل المؤسسي منذ نشأته، فقد صدر قانون جمعية الهلال الأحمر المصري عام 1913، ثم جاء الملك فؤاد ليعتمد قانون الجمعية عام 1923، واعتبارها الجمعية الأهلية الوحيدة للهلال الأحمر في جميع البلاد المصرية. وعلى إثر ذلك انضم الهلال الأحمر المصري إلى الرابطة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف عام 1929، وهو ما يعرف حالياً بالاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر. وهكذا كان تواجد الهلال الأحمر المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى مدى ما يزيد عن 100 عام يظل متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر المصري شريان الحياة له وقلبه النابض، فوجب شكرهم وتكريمهم على مر السنين. وتبقى كلمات الشعراء تروي لنا عن الهلال الأحمر المصري الكثير والكثير.